كتار من الصبايا بيبعتوا لي، بيسألوني عن سر نضارة بشرتي بعد ما تزاوجت مو تزاوجت زواج، يعني بعد ما تزاوجت 70 من عمري. إيه. فحبيت أعمل حلقة عن هذا الموضوع. راح أحكي لكم عن سر الخلطة يلي أنا بستعملها واللي ما حدا بيعرفها. خلطة سحرية لون البشرة والنضارة، ولتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، المناطق شو الحساسة. لاحظي معي، أول شغلة بتجيبي نص كيلو نشا، المقادير يعني نص كيلو نشا، وبتجيبي نص سوية كربونات الصوديوم. كربونات شو؟ الصوديوم، الصودا، مو الصودا، الصوديوم. بتحطيهم بوعاء كبير بلاستيك، بتحطي له نص لتر مية شرب، مية شو؟ شرب. وبتحطي معلقتين فلفل أسود، معلقتين فلفل شو؟ أسود، مطحون جديد، مطحون شو؟ جديد، ما بيمشي الحال القديم. بلا طول سيرة بتجيبي نص سوية كركم الأصفر، بتجيبي 5 غرامات صفار الزعفران، يكون أصلي من الهند. وكمان بتجيبي باذنجانة كبيرة بتقشريها، بتقليها وبعدين بتدقيها بالهاوي، بتضيفيهم كلهم للوعاء البلاستيك الكبير، بتخفيهم شوي، بترجعي بتجيبي فليفلة حمرا حدة تكون تبع المكدوس، وبتجيبي كمان نص كيلو مخلل خيار، بتاخدي المي تبعه بتضيفيها للخلطة مرقة المخلل، وبتقيمي المخللات على جنب، بتاكليهم انتي وزوجك مقصوف الرقبة. مقصوف شو؟ الرقبة. بتحطيهم بالخلاط كلياتهم، بتجيبي 15 بيضة نية، بتفقسيهم بيضة ورا بيضة، بيضة ورا بيضة، بيضة ورا بيضة. وبتجيبي اللهم صل على سيدنا محمد ربع وقية شطة حمراء بتضيفيها عليهم. هيك تقريبا صارت الخلطة جاهزة. بتضربيهم بالخلاط. بعد ما تضربيهم بالخلاط ويصير قوامهم مرتب، بتحطي لهم زيت زيتون، وبتجيبي راسين توم بتدقيهم، بترجعي بتضربيهم بالخلاط مرة تانية. بتحطي 5 معالق طحينة كمان بتخلطيهم مرة تانية بالخلاط. بترفعي الخلطة على الفريزر، على البراد يعني، على الفريزر دي فوق، على التلاجة على قولة إخواننا بمصر. بتخليها 5 أيام و4 ساعات حتى يمسك قوامها مزبوط. قوامها شو مزبوط. بعدين بتبلشي تستعمليها كل يوم الصبح، يوم ايه يوم لا، يوم ايه يوم لا. بعد 4 سنين ان شاء الله بتبلش النتائج. الله يعطيكم العافية، وهذا الدرس مجاني. اي اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس والاشتراك. الله يسعدكم. كانت معكم ام سماهير، يعطيكم العافية.